السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم في دوت شاو استوديو، والنهارده هنعمل التليفون دوّة، والحلقة اللي فاتت عملنا تلفزيون stylize بمنتهى البساطة، والنهارده برضه هنعمل التليفون رغم إن هو بسيط، إلا إنه فيه بعض التريكات الmodeling اللي هناخدها مع بعض دلوقتي بمنتهى البساطة، وزي ما قلنا دي سلسلة تدريب اسمها الخيمة، عشان خاطر في الآخر خالص هنجمّع كل الmodels ديّة في مكان واحد، وتكون أنت اللي عاملها كلها بنفسك، فيالّا بينا نبدأ على طول. هندوس Shift A، هنجيب كيوب، بعد ما نجيب كيوب هنبص له كده من قدام، هندوس GZ، ندوس واحد نرفعه كده على الخط اللي في النص، وهنحمل نخش على Edit Mode، هنحط لوب كات هنا كده، ننزل بيه تحت شوية، هنصغر الفيس اللي فوق ده شوية، تمام، مثلا حاجة زي كده، وبعد كده همسك الإيدج ده لوحده وأدخله كده لجوه، ده كده البلوك أوت. الناس اللي اتفرجت على الكورس ال10 حلقات عارفة إن إحنا لما بنيجي نبدأ أي شكل في الحلقة التانية اتكلمنا على البلوك أوت، ده كده يعتبر البلوك أوت بتاع التليفون خلاص، يعني أنت كده في stylize أنت مش محتاج إن أنت تصعّب الدنيا، أنت عايز حاجة low poly يعني typology قليلة أوي، ولكن بتبيّن الفكرة. بعد كده هنروح جايين مثلًا من فوق هنا، هاجيب box cutter، هادوس إن أنا عايز أعمل create، وأنا محدد الجسم بتاعي، هاروح مثلًا واقف هنا، هاعمل كده، كده، مثلًا هاروح طالع لفوق، تمام زي الفل، هو عرف إن أنا عايز أعمل جزء كده، هاروح باصص عليه من على الجنب، برضه box cutter ولكن هاختار إن أنا عايز أعمل cut، هاروح أعمل cut كده done، تمام، ممكن أصغّر دي شوية في الY كده، هاعمل لها bevel، نزوّد حاجة زي كده، تمام زي الفل، هاروح محدد هنا shift وأحدد هنا وأدوس alt X، هاعمل mirror من hardOps هانقلها الناحية التانية، وبعدين هاعمل هنا كده هتكون السماعة، وهنا هتكون الدايرة بتاعة الزراير. طب الدايرة بتاعة الزراير أعملها إزاي؟ هادوس كده وأنا واقف هنا، هاروح جاي كده shift A وهاجيب circle RX، هالِف الcircle دي 90 درجة، هالِفّها في الY 90 درجة، هاروح طالع بيها كده لفوق، ممكن أشغّل هنا عشان أبقى شايف، أكبّر شوية، ممكن هنا، تمام، أطلع بيها كده قدّام شوية، خلّيها صغيّرة مش كبيرة أوي يعني، ممكن كده، الحجم ده مناسب جدًا، تمام زي الفل، وهاروح دايس على الداش عشان أمسك دي بس لوحدها، هاخُش على الedit mode، هاعمل لها fill، تمام، هاروح خارج من edit mode Q وأعمل لها solidify لجوّه شوية، مثلًا هنقول ده السمك بتاعها، وأروح دايس على واحد، هاعمل هنا كده، هاروح أعمل cutter على شكل دايرة، هاختار box cutter وبعد كده هاخش هنا أختار إن أنا دايرة، تمام، هاروح مثلًا من جنب الcenter كده أروح جاي هنا عامل cutter، مثلًا نقول حاجة زي كده، ومن على الجنب أروح دايس على الE extrude لجوّه، ممكن مثلًا حاجة زي كده، ممكن أدوس على الB لو عايز أعمل bevel لتحت كده حاجة بسيطة، تمام، done، ده كده إيه، الشكل بتاع الزرار، هاروح داخل هنا دايس على Eve scroll عشان أشوف الcutter بتاعي، الorigin point بتاعة الcutter هنا، وأنا عايز الorigin point تكون هنا، هاعمل إيه، هاروح ماسك ده الأول shift S، هانقل أقول له هات لي الcursor مكان ما أنا واقف cursor to select، كده 3D cursor بقت هنا، هاروح ماسك دوّة، هنا كده على origin to إيه، to 3D cursor، يعني كده الorigin بقت هنا، عشان لمّا آجي ألِف هيلِف حوالين دوّة 360 درجة، هاروح واقف هنا، هاروح دايس على Q، هانزل تحت، وأروح دايس إن أنا عايز أعمل round، هالاقيه بيلِف معايا، بالwheel بتاعة الماوس أقدر أزوّد براحتي زي ما أنا عايز، هاختار إن هُم يكونوا 11 لإن الأرقام زي ما أنت عارف 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 وهندوس نجمة وشباك، تمام زي الفل، ده كده الحُفر اللي إحنا عملناها. طب أنا عايز أعمل جوّه بقى الزراير، هاروح جاي كده محدد الcutter دوّة وهادوس shift D، هاعمل له نسخة تانية، وهامسك النسخة التانية ديّة، يعني دلوقتي كده أنا عندي نسخة هنا ونسخة تانية، هامسك النسخة التانية وأروح دايس Q، أخش جوّه أقول له حوّلها لي to shape، أنا عايزها كshape، بُص لو جيت نزلت كده وطلعت هتلاقيه بياكل من الshape، أنا عايزه كامل، تمام زي الفل، هو كده عمل لي shape كامل، هاروح ماسك الshape اللي هو عمله لي ده أخش على edit mode، هاجيب الfaces أحدد كل الfaces اللي هنا عشان خاطر أعمل لهم bevel، shift B، هاعمل bevel لجوّه. على حسب بقى زي ما أنا عايز، ممكن مثلًا حاجة زي كده،
وبعد كده هاروح مطلّعهم برّه شوية عشان يبقوا بارزين حاجة بسيطة، أتفرّج عليهم كده من برّه تمام. ممكن أمسك مثلًا الcutter اللي تحت ده، أخُش على الedit mode، وأمسك كده الface كلّه أكبّره شوية، وهتلاقيه كِبِر في كلّه، وهاروح داخل هنا عامل له hide. لأ الcutter تمام، hide برضه زي الفل، كده أنا معايا الجسم أهو لوحده. هاروح رابط الاتنين ببعض، هاحدد هنا وبعد كده أدوس shift وأحدد هنا، control B هاقول لهم keep transparent، يعني دلوقتي لو أنا جيت حركت ده هتلاقيهم بيتحركوا مع بعض زي الفل. تعالَ بقى نجيب كده من على الجنب، هامسك ده ممكن أصغّره شوية مثلًا من هنا. أول حاجة هاعمل له apply لإن الsolidify مش معمول له apply، smart apply أروح داخل تاني ماسك دوّة مصغّر كده شوية تمام. هامسك هو ده shift D، خدت نسخة هافصلها عن الجسم خالص. بعد كده هاخرج من هنا خالص، هامسك النسخة بتاعتي وهادوس S أكبّرها شوية تمام، وأودّيها solidify برضه لبرّه الناحية التانية زي الفل. وأروح مثلًا إيه، أعمل لها bevel مثلًا، وهنا برضه ممكن أعمل bevel حاجة بسيطة، ممكن كده. وبعد كده أروح دايس إيه، أضيف wide normal عشان تضبّط لي الحاجات دي، وأربط الاتنين دول ببعض، هاقول له برضه control B keep transparent عشان لمّا آجي أحرّك ده هتلاقيهم كلّهم بيتحركوا مع بعض. هادوس كده من على الجنب، أحاول بس ألزق دي هنا تمام. خلّينا ماسكين دي القطعة الأساسية، هاروح جاي لحد هنا R ألِف تمام، R تاني. هي أصلًا ممكن تتعمل snap بس إحنا دلوقتي بنعملها يدوي عادي جدًا، ما فيش مشكلة يعني. ودلوقتي أنا عايز أكتب على الزراير ديّة، هاروح ماسك هنا أدوس shift A وهاجيب text، أخش على الedit mode هامسح كل الtext دي وهاكتب مثلًا 2، هاطلع برّه هاروح دايس RX 90 درجة، بعد كده RZ 90 درجة، أصغّر جامد وأحطها عند أي زرار، مثلًا نقول الزرار ده هنا كده، أروح دايس RX أيوه، أخلّيها مثلًا كده، وبعد كده ممكن أدوس ZZ عشان تطلع معايا، مثلًا حاجة زي كده. حاول تخلّيها مثلًا إيه، في التقريب. لو دوست Z بعد كده يعني أنت مثلًا دوست G بعد كده دوست Z تاني، هتلاقي إيه، المحور دوّة، ده المحور اللي أنت عايزه. مثلًا نقول حاجة زي كده، وهاروح داخل هنا عند الخصائص بتاعة الtext، وهاجي عند الdepth وهادّي له 1 depth مرّة واحدة تمام، زي الفل. ممكن من هنا برضه إيه، G كده أروح مثبّتها تمام، G. وطبعًا في طريقة أحسن من كده بس فاهم، أنا باوصّل لك الفكرة أنت ممكن تعملها إزاي براحتك، في كذا ألف طريقة. الفكرة كلّها إن هل كل اللي أنا باعمله صح؟ لأ. وهل كل اللي أنت تعمله صح؟ لأ برضه. هو وأنت وأنت بتmodeling عامةً ما فيش صح وما فيش غلط، اعمل اللي أنت عايزه. في حاجات هتاخد معاك وقت وهي تحسّها يعني مثلًا دلوقتي أنا هادوس إيه، الorigin point هنا، أنا هانقلها عند 3D cursor فهادوس object origin to 3D cursor، أنا كده نقلت الorigin point هنا. هادوس shift D خدت منه نسخة، بُص لمّا آجي أدوس R هيلف حوالين 3D cursor. مثلًا هنقول إن أنا هاحطه مثلًا فين، هنا تمام، بعد كده أروح ماسك الجسم بتاعي أدوس G، كده أنا قرّبته إيه، مكان الحتّة اللي أنا عايزها فاهم، بس إيه بعيدة أوي كده ليه؟ هو shift D R هنقول مثلًا إحنا هنلف في الZ أيوه، بعد كده أروح دايس shift D تاني R وهنلف مثلًا في الZ كده، وهكذا بقى، يعني فاهم، كرر العملية دي تاني shift D وهادوس R وهنقول إن إحنا هنلف في الZ برضه، وهكذا. وبعد كده تعالَ عند كل حرف لوحده، خُش على الedit mode امسحه وخلّيه مثلًا 3، وبعد كده تيجي هنا خلاص تخرج من ده، تيجي هنا تمسحه تخلّيه 4 وتلفّه عادي، هتلفّه كده في مكانه، يعني ممكن ترجّع بقى الorigin point بتاعته فيه geometry وتلفّه مكانه، تجيبه مثلًا كده، وهتلاقيه برضه فوق الزراير مش تحتيها فاهمني، G، Z، Z تضبطها برضه،
هو لو يعني لو رقم واحد هيبقى سهل، لكن انت دلوقتي عندك ارقام كتير وعايز تظبطهم بالظبط عشان يلفوا مع الايه، مع الارقام. فانت كده عرفت الطريقه، يعني مش هضيع وقتك في الحاجات دي، هعملهم انا بسرعه وارجع لك على طول. هعمل برضو كوبايه شاي معايا. ودلوقتي ظبطنا الارقام، ممكن اجي مثلا هنا كده في النص اروح اعمل قطر صغير، خليه يدي شكل قدام، حاجه بسيطه. ودلوقتي هنعمل السماعه، هندوس كده على واحد، هنيجي هنا هنخلي 3D كرسل ترجع مكانها، كرسل سنتر ذا وورلد. بعد كده هندوس شيفت A ونجيب سيركل، نطلع بيها كده لفوق. هنصغر جامد مثلا حاجة زي كده، نجيبها لحد هنا. والسماعة انت ممكن تعملها بكذا شكل على حسب انت عايزها تدل على ايه، او عايزها مثلا تكون شكلها عامل ازاي، براحتك زي ما انت عايز. هنخش على edit مود، همسك كل الفيرتكس، وبعد كده هروح دايس اف، هعمل fill. بعد كده هعمل solidify لفوق، مثلا ممكن حاجة زي كده. تمام، هروح داخل على edit مود، هعمل هنا كده apply. بعد كده هروح حاطط لوب كات هنا. تمام، همسك الجزء اللي فوق ده، هعمل له اكسترود لفوق وهسحبه كده ايه، او ممكن اخليه عادي اكسترود عادي. تمام، واسحبه انا كده في الواي شوية زي الفل. اكبر الحتة اللي تحت دي شوية. تمام تمام. وبعد كده اروح طالع بقى من هنا كده، اجيب الزاوية ديت. تمام تمام، اروح داخل هنا ماسك دولت، 1 2 3 4 مثلا، اكسترود، وهقول له في الواي حاجة زي كده. هروح دايس أو SY0، هخليه بس كده مستقيمة من هنا. تمام، همسح الفيس ده، delete face، وهروح ماسك الجات دي كلها، وأعمل جريد فيل. واختار جريد فيل يكون مناسب مع الشكل، يعني مثلا ممكن مثلا جريد فيل رقم 8 ده كويس. تمام، أيوه هو كده مظبوط، واللفة بتاعته مظبوطة. وهجيب الفيرتكس، همسك الجزء ده، واروح فاتح البروبوشن اديتنج واطلع بيها لفوق كده. تمام، لفوق حاجة بسيطة زي كده. تمام، زي الفل. وهروح عامل شادو تو سموث. من هنا بقى ممكن اعمل بيفل براحتي زي ما انا عايز. هنا كده ممكن اعمل بيفل كده. تمام، بيفل شكله كويس. واروح اعمل لها ميرور هنا كده. كل ده كده اروح اعمل بالنسبة لده الت اكس، واقول له اعكسها لي الناحية التانية. تمام، هما كده فليب ومربوطين مع بعض. وهروح بقى ظابطها على الشكل اللي فوق ده، اس واي او اس اكس، لحد ما تبقى ايه نازلة في المنتصف كده، اروح نازل بيها. تمام، زي الفل. ممكن طبعا فاهم اروح بقى مزود فيها تفاصيل حاجات من على الجناب كده براحتك زي ما انت عايز. ممكن اروح جاي هنا ماسك دي لوحدها كده، اخش على الإيديت مود، وامسك الفيس ده لوحده، اجيب بوكس كاتر، واجيب السيركل، عايز اعمل كات سيركل، واروح دايس ان انا عايز ابص من تحت. هروح اعمل هنا كده كاتر، حاجة بسيطة اللي جوه شوية كده. تمام، انا عملت واجد نورمال عشان خاطر تظبط يعني. هاجي هنا همسك الفيس ده، هروح جايب 3D كرسل هنا، كرسل تو selected. وبعد كده اروح ماسك دوت واخلي الاوريجن بوينت عند ال 3D كرسل، واحدة دايس كيو، خليه يعمل راوند حوالين نفسه. ممكن مثلا كده. بعد ما عملنا كده فتحات من هنا، ممكن نطلع كده بره، نروح جايين هنا، نخش على الإيديت مود، نجيب ال 3D كرسل هنا زي ما هي شيفت ايه، ونجيب كيوب، نصغر الكيوب خالص، اطلع بالكيوب ده واجيبه هنا كده. تمام، همسك الكيوب ده لوحده، اروح ماسك الفيس ده مصغره. تمام، مصغر كمان الفيس ده حبة، خليه حاجة زي كده.
ممكن أعمل له bevel حاجة بسيطة كده، تمام. هاروح حاطط فيه loop cut، مثلًا هنقول أحط فيه 3 loop cut وهُم متحددين كده، أروح دايس shift B وأوسّع كده المسافة بينهم، أخلّيها حاجة زي كده، وبعد كده أروح دايس E وأكنسل وS لجوّه مثلًا، تمام. ممكن أقلل الbevel شوية، أروح جاي فيه كده من قدّام، ماسك الface ده عامل له inset وعامل له extrude لجوّه كده زي الفل، الbevel عالية أوي برضه، تمام، تمام. وأروح طالع برّه عن GY كده، أروح دايس R. ودلوقتي هنعمل السلك بتاع التليفون، هاروح جاي هنا كده، هاقول له هات ال3D cursor هنا cursor to selected، وبعدين هادوس على الF، هاجيب single vertex، هادوس E extrude مثلًا هنا كده، extrude هنا كده، بعد كده مثلًا ممكن كده، 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 حرّك ده بس كده شوية، بعد كده تاني، وبعد كده extrude في الY اللي جوّه، تمام. وأروح منعّم بقى الحاجات دي، مثلًا مسكت دُولة control shift B عشان أعمل bevel للvertex، تمام. ممكن أروح جاي هنا كمان control shift B مثلًا، هنا برضه control shift B هنا، تمام. وهو كده بادئ من أول هنا، أروح جايب cylinder shift A، هاجيب cylinder وأروح طالع كده بالcylinder ده لفوق، أخش فيه أمسح كل الvertex control I عكس التحديد delete vertex، مسكت الvertex دي بس هاطلع برّه، هاروح دايس على الF وأعمل له أخش كده على الmodifier، هاعمل له screw modifier، تمام. أخلّيه يطلع كده لحد فوق مثلًا، عدد مثلًا إيه 3، أصغّره شوية، أصغّر كمان، ممكن أخلّيه إيه كده، وهاحوّله لcurve convert to curve، وأخش على الcurve هادّي له depth، تمام. ممكن أروح مزوّد هنا كده shadow auto smooth زي الفل، ده اللي هو هيكون السلك يعني، أنا هامشّيه على المسار دوّة. أروح جاي هنا أحوّل ده برضه لcurve convert to curve، تمام. وهاجي هنا هاروح قايل إيه، هاجي هنا أدّي له modifier اسمها curve، وهاقول له اتبع الcurve دوّة، وأحدد بس مثلًا كده، وأروح مدّي له array، تمام. وبراحتنا نزوّد، هنخلّي الarray فوق، نخلّي دي 0 ونخلّي دي 1، وزوّد بقى براحتنا، مثلًا ممكن نخلّيها كده، تمام. ودلوقتي عشان نعالج الوصلات والحاجات زي كده، لو جيت هنا عملت apply للarray هيقول لي لأ، مش هينفع أعمل apply لإن هو لسه curve، هاروح داخل على object أقول له convert to mesh، ألاقي دلوقتي بقى في geometry، هاقدر بقى أوصّل وأعمل كل اللي أنا عايزه، وشكل السلك يعني كويس مش وِحِش. نبدأ نضبّط الrender، هاروح أعمل هنا كده plane، امسح، هارجّع دي 3D cursor مكانها، وأعمل plane، كبّر الplane. ممكن بقى أنت تحُط تفاصيل في كل حتّة في التليفون، فاهمني؟ يعني مثلًا ممكن أروح جاي هنا كده ماسك دوّة control B مثلًا تخلّيه ناعم من هنا شوية، ممكن أروح مدّي الجسم كلّه bevel حاجة بسيطة مثلًا كده، السماعة أروح مثلًا حاطط loop cut هنا كده، وأروح control B باخلّيه كده لوحده، E وبعد كده أدوس E وأكنسل وS وأخلّيه يضم كده لجوّه، هتلاقيه ادّى معاك شكل كده curve، وأروح منزّل دي تحت وهكذا. ضبّط، حُط التفاصيل كلّها اللي أنت عايزها، هانزّل الbrain دي تحت شوية، هاجيب كاميرا
Ctrl Alt 0 هاضبط الكاميرا كده، تمام، زي الفل. هاروح شايل هنا أزود إضاءة، هاخلّي الrender بتاعي على الcycle كارت الشاشة، أخلّي دي 0 وأدوس shift A وأجيب light area، هاطلع بالarea كده لفوق، أكبّر، أخلّي الarea دي مثلًا قوتها 90 وأشوف الrender بيقول إيه، زي الفل. ودلوقتي كل اللي أنا عملته إن أنا خدت render اللي هو كان من غير ألوان، وبعته لChatGPT وقُلت له اكتب لي أكواد ألوان stylize، كتب لي أكواد ألوان دي اخترت منها الأنسب ليّا، في ألوان stylize، في ألوان pop style، اختار اللي يعجبك، الاتنين حلوين. والهدف من السلسلة إن أنت تمرّن إيدك على الmodeling، وأتمنى تكونوا استفدتوا النهارده. شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.